السلام عليكم. اليوم الاخوان كيف ما كتشوفوا معايا جبنا لكم هذه الشقه الرائعه الباب مدينه فاس. بالنسبه للموقع ديال هذه الشقه هذه فهو نرجس. هذه راه عندها جوج ديال الواجهات واجهات على الشارع. بالنسبه للموقع ديالها بالضبط فهو شارع الوفاء، جايه على الشارع بالضبط. عندنا مع الدخله كتشوفوا معايا هذا الصالون هذا. هذه راه الشقه اللي كيف ما كتشوفوا معايا مصلوحه تيتر. هذه راه دوزيام ايطاج، فيها فينيسيون اللي واعر. بالنسبه للثمن راه فيها ثمن مناسب. عندنا الدخله كيف ما شفتوا معايا. بالنسبه للباب ديالها فهذه بالنسبه للطابق فهي جات في الطابق الثاني. بالنسبه للدروج ولا الموبل فهي كالم كيف ما تشوفوا معايا. بالنسبه هذه الدخله ثم هذه الدخله. بالنسبه كيف ما قلنا هذه راها شقه للبيع بمدينه فاس النرجس شارع الوفاء. هذه راه جات على الشارع فوق التجاري وفا بنك بالضبط. راه فيها 3 ديال الواجهات. هذه بالنسبه للمساحه ديالها فهي 86 ديال المتر، فيها 86 ديال المتر. وبالنسبه للثمن ديالها فهو ثمن مناسب. ما قلنا هذه راها 3 ديال الواجهات. الصراحه شقه اللي ضاويه. ثم بالنسبه راه فيها ثمن مناسب كيف ما قلنا. هذه راه جات على الشارع. هانتوما هذه راه جات على الشارع كيف ما قلنا. هذه راه جات في الدوزيام ايطاج كيف ما قلنا. هانتوما هذه راه شارع الوفاء النرجس. بالنسبه كيف ما قلنا جات على الشارع. بالنسبه هذا البيت الاول، هذا البيت الاول. نجيو لهنا عندنا هذه الكوزينه اللي فيها البانكو. بالنسبه للثمن ديال هذه الشقه هذه فهو 52 مليون قابله للتفاوض. هذه راه تيتر. بالنسبه راه عندها الكراج، عندها حقها في الكراج كيف ما قلنا. بالنسبه هذه الكوزينه بالبانكو ديالها. بالنسبه هذا الشارع كيف ما قلنا هذا شارع الوفاء. هذه راه جات في الدوزيام ايطاج. بالنسبه للثمن ديالها كيف ما قلنا فهو 52 مليون قابله للتفاوض. بالنسبه لنا تنجيو لهنا تابيس تا هو كيف ما كتشوفوا معايا. ثم الدار راه كلها سراجم كلها ضاويه. بالنسبه للفينيسيو ديالها فهو فينيسيو اللي واعر. بالنسبه راه عندها الكراج كيف ما قلنا. بالنسبه للكراج راه عندها حقها في الكراج ديال الطوموبيل بالضبط. ثم هذا الحمام. لا هذه الطواليت بوحدها. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.